عشان يهرب من الحراس اللي في البيت، الولد الصغير جري على ست كانت ماشية في الشارع وطلب منها تساعده. أول ما الست شافت الحراس بيجروا وراه، غطت الولد بجاكيتها بسرعة، وبعد ما الحراس مشيوا الولد بصلها وقال ممكن تبقي ماما؟ الست افتكرت إنه بيهزر، بس الولد قال لها إنه من وهو صغير معاه أبوه بس، وطول عمره بيتمنى يبقى عنده أم جنبه. الست رقت لحاله وادت له عنوان بيتها وقالت له يجي يلعب مع بنتها في أي وقت، وبعدين مشيت هي وبنتها. مجرد ما مشيوا أبو الولد وصل للمكان. الولد حاول يهرب تاني لكن الحراس حصروه. طلع إن الولد كل يوم بيدور على طريقة يهرب بيها من البيت عشان يدور على أمه، بس أبوه دايما بيرجعه. الأب المدير الكبير CEO سأله إمتى هتبطل لعبة إنك تدور على أمك دي؟ لكن الولد المرة دي قال له عنوان الست. الأب حاول يرجعه البيت لكن الولد رفض وقال له لو ما رحتش للست دي أنا ههرب تاني. الأب ملقاش حل غير إنه يوافق، وفعلا راحوا على الحتة اللي الست ساكنة فيها ومعاهم صندوق مليان مجوهرات غالية. في الوقت ده الست أول ما دخلت بيتها لقت جوزها بيرمي شنطها بره، وقبل ما تفهم حاجة ست خرجت وقالت لها إن جوزها عايز يطلقها. الست ما كانتش مصدقه وبصت لجوزها، وساعتها الست لطمتها وقالت لها خدي بنتك وامشي بسرعة. الست حاولت تهدي بنتها اللي كانت بتعيط، وفجأة ولد صغير خرج من البيت، وساعتها فهمت إن جوزها عنده ابن من بره. الست سألت جوزها إزاي تعمل فيا كده؟ جوزها رد عليها ببرود عشان انتي فقيرة ومش نافعة تساعديني في شغلي، أنا اخترت أبقى مع الست الغنية دي. الست اتعصبت وحاولت تضربه لكنه زقها بعيد، ولحسن الحظ المدير الكبير وصل في الوقت المناسب ومسكها قبل ما تقع. جوزها افتكر إن المدير الكبير حبيبها وحاول يهجم عليه، لكن مساعد المدير مسكه. الست على طول اتهمتهم إنهم بيستقوا عليها. في اللحظة دي المدير الكبير مسك إيد الست وبإيده التانية لطم الست. قبل ما الست تستوعب اللي حصل جوزها بدأ يزعق لها. ساعتها ما قدرتش تتحمل أكتر وقامت لطمت الست 3 مرات قدامهم كلهم، وأعلنت قدامهم أنا عايزة أطلقك.